على الانترنت. طيب. وكل العالم بتعرف الاعتقالات. مين؟ عدم دخول عيني. المنظمات بحريه. انا ككرديه لا يحق لي دخول مناطق شمال شرق الا بوجود كفيل. ليش؟ لاني معارضه لقسد. يا اخي والله لاني معارضه لقسد. عبد الوهاب خليلي، اخر مره انا ما قطعتها بس اخر مره بس بكفي اتهامات اذا سمحت لا 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 اذا سمحت اخر مره تقاطع. واضح؟ اخر مره. طب انت فيك تنكر يا عيني يا دكتوره ارجوك الحكي معي. والله انا المذيع. طب انا بس بالله عليك. طب انت اليوم اللي عم يفوض حاله باسم الديمقراطيه، تمام؟ اللي عم يرشح حاله باسم الديمقراطيه واللي بده يروح يمثل المكونات، هاي المكونات والشخصيات اللي عم بيجيبوها هل هي عن جد بتمثل الشارع؟ هل اليوم مسموح لاهالي الرقه يطلعوا بنفسهم هن يحكوا عن رايهم؟ هل مسموح باجراء استبيانات؟ ليش قسد لا تمثل اهالي الرقه؟ ما في حكومه اليوم هم عم بيفاوضوا معها؟ خلوا تسمح الحكومه او اي منظمات تدخل تشوف راي الناس في الرقه. اليوم اهالي الرقه انفاق عم تنحفر تحت بيوتهم، اعتقالات، التجويع والعطش في الحسكه قتل الناس يا زلمه. عن اي ديمقراطيه عم نحكي؟ الاعتقالات اللي عم بتصير على تعليق على البوست، اعتقال الاطفال. علي حامد الخبيل السنه الماضيه حكم ب3 سنوات ونصف فقط لانه استهزأ في مقطع فيديو عم يحكي عن كيف الدولة تعامل، كيف قسد تعامل اهالي المنطقه، بتزودهم بالمال ليزرعوا الحنطه، وكيف تاخذ منهم. مقطع صغير وحادثته موجوده وتقرير موجود لنا الطفل علي حامد الخبيل، غير الاخفاءات اللي موجوده لحد الان من السيدات واهالي المعتقلات اللي خطفوهم. طيب يعني ثم ماذا؟ يعني اليوم انا لما بده يطلع حدا يمثلني خليه بالفعل يمثلني في الديمقراطيه. هذا الموجود. هذا الموجود. الجماعه معهم سلاح، معهم سلاح واقوياء. هذا السلاح سلطه السلاح. بشار الاسد هم بديل لبشار الاسد. بشار الاسد كان قامعنا تحت سلطه السلاح. نجي اليوم نرضخ نحن كمكون وننحط تحت مذبحه. اي صوت الاكراد؟ طيب اي صوت الاكراد؟ لانه الاعتقالات شغاله. لو في مساحه من الحريه كانت ظهرت اصواتنا هنيك، كانت ظهرت اصواتنا. اليوم انها بدها تفرض حالها قسد باسم الكرد، هذا شيء مرفوض، لانه الكرد معروفين. ولو كانت شريكه في تحرير سوريا كنا اول من دعم قسد. ولو بنت مؤسسات وبنت جامعات بنت مؤسسات تمثلنا ككرد كنا لازم نتباهى. موضوع اللغه هذا حق ومشروع ويتناقش تحت قبة القانون، بس ما بيصير انت باسم اللغة تجي تفرض علي شرخ مجتمعي تعزز الشرخ اللي عمله نظام الاسد، تجي تحطني بموقع ممكن اذا انت ما نجحت في مشروعك اللي بدك تحقق مصالحك الخارجة العابرة للحدود السورية، تحطني انا كمكون كردي تحت المذبحة من المكون العربي اللي انت رحت قتلته وقمعته باسم الكرد. الكرد بريئين من قسد يا زلمة، مشان الله لا تقولوا لي انه قسد تمثل الكرد.